بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اهلا خاوتي خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس ولا فيديو تاعنا يلقاكم بخير ومهنيين. ونشكر كل مشاركة جديدة التحقت بينا، نقولها مرحبا بك ودار دارك، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. خياتي اليوم كما راح نديروا البقلاوه كما راكم تشوفوا. درت الكاوكاو به بقشور، وكاين اللي بنص البقشور ونص بلا قشور، درتو في الكوشه حمصته. المهم ونروحوا للوصفه تاعنا. شوفوا عندنا البطاطا تاعي طبيعي، وبطاطا تاع نكيلو بنفس الباطا، ماشي غير باطا يا زبده، باطا تاعي طبيعي زبده طريه. وندير رشه ملح، هذيك رشه الملح اكيد لازم. عندي 2 حبات بيض، ونشوفوا نفس العلبه تاع الياغورت عمرتها زيت، والعلبه تاع الياغورت درتها بماء الزهر. خلطتهم كامل حتى ولات كريميه، يعني تحسيها المهم كريميه. من بعد تبداي تطمي بالفرينه تدريجيا. انا خضعت لي كيلو بالضبط، ودرت كيس تاع خميره تاع الكاطو. يعني هذه الوصفه خياتي تجي ما شاء الله. واللي ما عندهاش الماشينه يعني اكيد سورتو الماشينه راهم غاليين. كاين اللي طفرها بكريها وشراها، واللي ما طفرهاش هذاك مكان. المهم طميت كامل العجينه كما راكم تشوفوا. وإلا ديروا شوفوا خياتي، ديروا كيلو كومبلي، وإلا جاتكم يابسه عاودوا شمخوها بالماء الزهر، ما تخافوهاش. ليسونسيال درت انا كيلو كومبلي باش يجينا مع سوا في البلا تاع الكوشه، باسكو هذا البلا راكم تعرفوا تاع الكوشه كبير شويه تاع الكويزينيير. يعني ثاني لازم تدلكيها شويه، دلكتها شويه و... ودرتها في ساشي، خليتها استراحت ورحت. وهذاك الكاوكاو يعني رحت رحيته بعد ما تحمص لي مليح. درت 3 كيلات. شوفوا خياتي هذا الكاوكاو بالضبط كيلو، يعني كيلو يجيك سوا في البلاطه تاع البقلاوه، ما يجيك طالع بزاف ما يجيك هابط، يعني يجي سوا مع كيلو الا ربع تاع السكر. واللي عندها بقى اللي تحب تنكهها بكاش عفسه دبر راسها. المهم انا اكتفيت غير بالكاوكاو، يعني هو كاوكاو يقعد كاوكاو، ديري له واش تحبي، كاوكاو يقعد كاوكاو، يعني ما كاش كيما اللوز. بخيتو شغل رملته، ما واسيتوش بزاف. من بعد من جهه اخرى يكون هذه العجينه على الاقل تخليها نص ساعه الماكسيمو ساعه تبداي تخدمي فيها. هانيك بعد ما رحت ليها لقيتها استراحت. تجيني سهله. انطلقت غير ما ندير الحلال هكذاك تمشيني وتساعدني في الخدمه. وكنت شوفوا خياتي الطريقه. انا شوفوا خياتي انا درت 4 خبزات، 2 خبزات نديروهم في الطبقه العلويه و2 خبزات في الطبقه السفليه. دوك تشوفوا الطريقه بالتفصيل. خياتي لازم المايزينا كيما شتوني، يعني كنت منين نخدم ندير مايزينا ونطبقها كي المسمن. كي شغل شتي مسمن كطبقي وديري الزيت، كي شغل راكي ديري في المسمن وديري في هي، يعني ديري الزيت وهذه ديري المايزينا. يعني طريقه سهله كما راكم تشوفوا، يعني الطريقه واضحه. وديري مربع فوق مربع وخليهم يستراحوا. انا مع الاول كنت راح نفتحهم، بعد لقيتهم مازالوا ما استراحوش، حطيتهم وعاود آه، درت الطبقه الاخرى ثانيه. يعني نفس الطريقه فتفتحتهم، يعني كما بلا ما نظل نشرح، يعني كما الخطره الاولى. فوالا بعد ما كملت كامل الطبقات دوك نبدا في الطبقه الاولى. ديك الزوج مربعات اللي كنا درناهم على الاول مستراحوا، عاودت وليت ليهم يعني جاوني سهلين. والبلان كون دهنته بالمنقارين ولا زبده ولا يكون عندك، درته كطبقه اولى. شوفوا كيف راني يعني نسقم فيه، نخرج ثاني الهواء اللي من تحت. ودرت له الكاوكاو هذاك اللي كنت خدمته. نسوي كامل السطح تاعو، وبعد نزيد ندير الطبقه الثانيه كما هي نفس الطريقه كالطبقه الاولى. وسي ليسونسيال كي تكوني تفتحي سي كيف ترقي، سورتو في هذه المرحله لازم ترقيها.
ومن بعد هاليك بعد ما فتحتها ودرتها من الفوق راني نسوي كيف راني ندخل الاطراف باه ما يخرجليش الكاوكاو. بس كذا تبدا تتورق تنفتح شويه. ولا هنا نروح شوفي قطعيها كيما تحبي. المهم انا درت نص مثلث ونص مربع، راكم تشوفوها كيف يعني جات. كل واحد والقوت تاعو بدلت وخلاص. المهم مع الاول فتي شغل طراسي برك، ومن بعد كي تكملي كامل الاخر بتجيك سهله. وقطعيها عادي يعني دخلي المسحه تاع لتحت. هالك بعد ما قطعتها كامل راح شدي بطاطس من كومبلي هذيك تاع 500 غرام، هذيك الصغيره يعني ما كاش اسمها تاع 500 تاع 250 تاع ديك تاع 500. هالك ذوبتها. بعد ما ذوبتها فتبردتها قبل ما هنا كنت نسيتها ولقيتها شويه سخونه، راح تعاود بردتها ورميها كامل كيما راكم تشوفوا في العجينه. ما تقولوليش بزاف السمن هذاك وكي يشربها هو اللي يورق، هو والمايزينا دوكا كيف يورقها تجي ما شاء الله. وديريها طيب مده ساعه، انا شدت لي ساعه في الكوشه. فوالا هالك تشوفوا كيفاه جات مورقه، جات هايله. هالك بعد ما طابت لي وكملت نشد لها كيلو عسل من نورمال، عسل عادي وهي سخونه، عسل نرميه ديريكت فوقها من الفوق يعني ما هي وهي سخونه باه تشربها. هالك بعد ما شربت لي زعما ديريها اليوم في العشيه، غد ما شاء الله بتقطعيها. هالك بعد ما قطعتها غدوه من ذاك قطعتها. وهذا هو الشكل النهائي. شوفوا كيف خياتي جات مرقه وجات خفيفه ما تقهم ما والو، جات هايله. الوغ لا كي ديروها بالكاوكاو باللوز يعني راكم تعرفوا اللوز غني عن التعريف. هالك خياتي شوفوا الورقات يعني باينين. وخياتي ان شاء الله نكون هذا الفيديو نال اعجابكم، وما تنسوناش بجيم بارطاج. وانا في هذا المرحله ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحتكم. الى الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.